بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. النهارده بقى معانا طاجن بامية، مش قادرة اقول لكم كان طعمه ايه. كان طعمه حكاية، قسما بالله كان طعمه حلو قوي. ومعاه بتنجان مخلل، ما ينفعش البامية تتاكل من غير بتنجان مخلل بصراحة. بامية يعني بتنجان مخلل، سلطة لأ، فلفل لأ، الحاجات دي بقى ما هو بتنجان مخلل بصراحة. هنا جبت حلة، وجبت معلقة سمنة كده محترمة. هولندي بلدي، مش عندك سمنة اعملي زيت. مفيش حاجة بتقول لأ، الموجود اعملي بيه. مش لازم سمنة بلدي، مش لازم سمنة هولندي، مشيها بزيت. حطي حتة سمنة على حتة على حبة زيت برضو هتمشي عادي. الموجود اعملي بيه. هنا كنت حطيت بقى البصلاية تدبل معايا برضو، مش بخلي البصل معايا يحمر. انا دايما بقولكوا كده في كل فيديوهاتي، بخليه يدبل بس علشان خاطر تبقى البصلاية كده مسكرة. مش عايزة أضيّع طعمها، مش عايزة أحرقها. وهنا كنت حطيت معجون صلصة، معلقة واحدة. ودايمًا باحطها كده قبل ما أحط أي حاجة علشان خاطر المواد الحافظة أنتم عارفين بقى، تطلّع فيها أي حاجة. هنا كنت حطيت واحدة ماجي، حطيت ورق لورا، حطيت فص واحد حبهان، و ورشة كمون، بس ما حطيتش أي حاجة تاني. وبرضه باخلّيهم كده إيه، يتسبّكوا كده مع بعض كده، البهارات دي تطلّع الريحة. وهنا حطيت حبّة ملح، حبّة ملح صغيّرين، عشان لسه هنعمل لها طشّة. وهنا كنت ضاربة طماطميتين وحطيتهم هنا كده يا دوبك إيه، تدّي غلوة كده تتكتك معاكِ هنا. هنا باوريكِ إن هنا حاطة فص حبّهان واحد، باحاول أطلّعه يعني عشان أوريه لكم. وهنا كنت يا دوبك هي هتتسبّك كده وتاخد معايا غلوة برضه والريحة تطلع كده، هاروح رامية عليها البامية. الموضوع سهل، بسيط، سريعة، طعمها حلو أوي، 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 والله بجد طعم البامية تحفة. جرّبوها وادعوا لي. هنا بقى كنت حطيت بقى قرن الفلفل طبعًا، ما نستغناش عنه، بس. وأروح سايباها وموطية عليها. حسيتِ إن التسبيكة بتاعتِك تقيلة زودي لها حبة مَيّة. مضبوطة يبقى خلاص هي مضبوطة، اقفلي عليها وسيبيها. ومعايا حلة تانية وحطيت فيها حبة معلقة سمنة على حبة زيت، الاتنين مع بعض. وحطيت شعرية، أنا باحب أكتر الشعرية بصراحة في الرز زي أمي الله يرحمها، ألف رحمة ونور عليها يا رب. يا رب اجعلها في الفردوس الأعلى يا رب. يا رب يرحم أموات المسلمين أجمعين يا رب. وهنا كنت حطيت الرز، طبعًا الشعرية أنا باحب أحطها كتير زي مامي معلماني. وحطيت هنا واحدة ماجي وحبة ملح بس. وباقعد بقى أديها تقليبة، بادّي الرز كده والشعرية يتشوحوا كده يتفلفلوا عشان يبقى الرز معاكِ مفلفل وطعمه حلو وريحته حلوة. ويبقى زي ما أنتم شايفين كده، بتبقى الرزاية برزايتها، ما فيش حاجة بقى معجنة. وهازوّدها بقى حبّة الشوربة أو المَيّة أيًا كان برضه اللي عندِك، شوربة، مَيّة، حُطّي الموجود، أو شوفي أنتِ بتعمليها إزاي واعمليها، زي ما أنتِ ما بتعمليها اعمليها. وهنا كان الرز خلاص، ويا دوبك أول ما يدّي غلوة أروح موطّية عليه وسايباه مع نَفْسه. هنا برضه معايا حلة، ومعايا بقى البتنجان دوّة. أنا يا دوبك بس سلقته بس لماما، وماما طلعت بقى كمّلت يعني إيه، الله يديها الصحة ويبارك لي فيها يا رب ما نحرمش منها. برضه إيديها بركة، ونفسها معايا، ومش سايباني ودايمًا واقفة معايا، وهي اللي بتشجعني على فكرة الفيديوهات. حماتي، عشان خاطر ما تتلخبطوش، حماتي الله يديها الصحة يا رب، هي دايمًا بتشجعني. وهنا كنت باعمل بقى الطشة للبامية، حبّة كزبرة، فصّين 2 توم بس، رشة ملح، دوقيهم ومعلقة زيت. وهنا كنت اديت البامية رشة، بس كانت ريحتها والله العظيم ريحتها تحفة. هنا كانت الحلة أهيّة خلصت البامية واستوت ومعايا الطاجن. هاروح مفضية البامية بقى كده في قلب الطاجن. هنا كنت حاططها في قلب الطاجن واروح مدخلاها الفرن. ياه على الريحة، ياه على الطعم، قسمًا بالله ريحة وطعم والطشة مش قادرة أقول لِك كانت عاملة إزاي. وهنا بقى كنا ماما بقى الله يديها الصحة يا رب ويبارك لي فيها، يا رب ما نحرمش منها أبدًا، دايمًا معايا وفي ضهري، مش سايباني، ربنا يديها الصحة يا رب ويخليها لي يا رب، ما نحرمش منها يا رب. هنا دي طماطماية، ليمونة، حبة خل، ضربنا برضه فصين توم 2 بالعدد مع قرن فلفل أخضر. وهنا هريسة حمرا، ده ماما دايمًا على طول بتعملها كده وتحطها في التلاجة عندها. فهي حطينا معلقة هريسة حمرا أهيّة،
ده بيبقى فلفل وهي طحناه وخالية منه البذر كده وطحناه وبتعمله حلو، فبنحطه يعني في السمك، في البتنجان المخلل، يعني الحاجة اللي عايزة احط لها باحط لها. هنا بقى هنا كده جات اهي، يعني لازم الtouch بتاعها، لازم كده تنورني في الفيديو وتوريكم بقى يعني هي في المخللات أستاذة، قسمًا بالله بتعمل شوية مخللات وزيتون، إن شاء الله هنخلل مع بعض الحاجات ديّة، وهي اللي هتخللها وهتوريكم هي بتعمل مش قادرة أقول لكم، مخلله لي زيتون والله العظيم بقى له 6 شهور، إحنا لسه فاتحين عليه في رمضان، الواحدة بوحدتها، ما فيش واحدة اتهرت، ما فيش واحدة باظت، ما فيش، وطعمه جميل وطعمه تحفة، إن شاء الله هنعمله سوا وأمّا يطلع بقى تاني، أنا ما كنتش أعرف إن أنا هاعمل فيديوهات بصراحة والموضوع ما كانش في بالي، بس أهو بقى إن شاء الله لمّا نعمله إن شاء الله هنعمله سوا وهنوريكم هي بتعمله إزاي، بتعمله بطريقة حلوة أوي. هنا كانت البتنجان بقى هي خلّلته كده وخلّته ريحته وطعمه والله العظيم كان جميل، ربنا يديها الصحة يا رب ويخلّيها لي ما نحرمش منها. هنا كان طبق البتنجان بقى خلص، وكان البامية كمان حطيتها في الفرن وكانت ريحتهم هُم الاتنين والطعم أكلونا. رغيف عيش كده واعصري ليمونة طبعًا على البامية، ما تنسيش الليمونة، أهم حاجة تعصري ليمونة على البامية، طعمه بقى كانت دايبة دوب، كانت عاملة زي الزبدة، والله العظيم كانت عاملة زي الزبدة، أنا كنت مشترية كيس كده من السوبر ماركت، كانت جميلة، 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 في كيس ب10 وكيس ب20، اللي يريحِك هاتيه. هنا كان رز اتعمل، كان الواحدة بحتتها والله كان طعمه حلو وريحته حلوة، وهنا كان البتنجان، وهنا الرز برضه أهوّة تاني، وكنا عاملين كان فايض عندي لسان عصفور من امبارح وملوخية من امبارح، ما نرميهمش، زوّدي جنبهم حاجة ويالّا، ما تنسونيش باللايك والشير، شكرًا يا حبايب.